السلام عليكم يا بنات. انا النهارده جايه لكم بفيديو الا ربع بفيديو الا نص، بفيديو الا تلات ارباع. الفيديو ده كان ماشي زي الحلاوه في السكينه، ولا السكينه في الحلاوه زي ما بيقولوا كده، مش عارفه هما بيقولوا ايه بس ايه، كان اخرته مش حلوه خالص يعني، الحمد لله. بس قلت والله لا، انا منزلاه زي ما هو. الفيديو ده كنت عازمه اخو جوزي وكنا ايه يعني، ايه اللي هو قررنا في اخر لحظة يعني هنعمل ايه. فقالوا لي عايزين ناكلوا فراخ مشوية على الفحم. قلت لهم حلوة قوي، انا مطلعة ايه الفراخ. تمام، احنا بناكل وراك وهو بياكل الصدر. فتبلت كله، جبت 4 بصلات وطماطمتين وقرنين فلفل، وزي ما انتوا شايفين كده حطيت عليهم الفلفل والملح ورشة قرفة. انا بحبها على اي فراخ يعني، بتبقى طعمها جميل. وقلت هحشي الفراخ، تمام، هحشيها بالخلطه ديت يعني. تمام تمام. بس فجبت بقى الفراخ وقلت ايه، لقيت البصل شويه فقلت هزوده بقى. انا كنت واخده بصل تاني عشان هعمل بيه حاجه تانية. قلت لا، هزود البصل وازوده ملح وفلفل تاني، وايه ابدا احشي الفراخ كلها واسيبها تتنقع كده مع بعضها على جنب، تتبل يعني ايه ساعه كده ولا حاجه. مع ان الوقت كان خلاص يعني، بس قلت تاخد لها بتاع نص ساعه كده ولا حاجه يعني في التتبيله دي، يبقى طعمها حلو. حلو. ف عملتها كده زي ما انتوا شايفين. هخلصها بقى كلها، احشي الفراخ كلها. بصوا هقلبها بقى، اقلب قلب قلب في الخلطه دي كلها عشان ايه كله ياخد من بعضه من البصل كده. تمام، هي كده كده محشيه بصل، بس ايه برضو بحب اقلبها كلها على بعضها كده عشان ايه الجلد ذاته من بره ياخد كده واللحم. تمام. بصوا الشكل، يلا نركنها بقى على جنب. إيه، جيت بقى في نفس الكبه، قالوا لي احنا عايزين ناكله مع الفراخ المشويه مكرونه بشاميل. والله الكلام ده كان كله قبل الاذان بساعه، كنا الساعه 5، انتوا متخيلين؟ فاللي هو كنت مستربعه بقى. رحت ضاربه برضو مكمله على البصله في الكبه، كملت عليها بصلتين 3 وقرنين فلفل كده. وقلت ايه هنزل بقى بسرعه، يلا ايه اعمل اللحمه المفرومه. هنا بقى السمبوسه اللي انا كنت قايله لكم عليها في الفيديو اللي فات، انا بحبها بالجبنه، ولادي بيحبوها باللحمه المفرومه، اصلا ما بيحبوش الجبنه. ولادي عدوين الجبنه. بصوا بلفها كده، اللي ما بيعرفش يلف دي لفه سهله، واللي بيعرف فانتوا على راسي من فوق، انتوا اساتذه اصلا. تمام. بصوا جميله ازاي وما بتتفكش وزي العسل. بصوا اديني لفاها، انا لفيت لنفسي انا اللي بالجبنه. بنتي بقى لما تيجي دلوقتي هي صغيره بس بتحب تساعد يعني كده، تحب تدخل المطبخ كده. هي اللي لفت اللي باللحمه المفرومه، والله على انا ما خلصت اللي وراي. بصوا، عايزه اقول لكم لو ما بقاش في حته تدخلوها في الجيب، فاهمين، ببلها ميه وبلزقها عادي جدا. مفيش اي حاجه، مفيش حاجه بتبوظ ولا حاجه بتعطل. هعمل كمان واحده سهله جدا. بصوا كده كأنك بتلفي منديل اهو. والجيب ده بتدخليه جوه، اللي انا وطيت الاضاءه شويه علشان ايه يبان يعني، ميبقاش عامل قوي. حلو حلو. بس بقى بحشيها جبنه دومتي. بصوا دي الفراخ اللي انا كنت متبلاها، قلت اديها غلوه علشان ايه جوزي خدها حطها على الشوايه. هوريه لكم دلوقتي. حطها على الشوايه، فقلت اديها غلوه لان الوقت كان خلاص يعني، فاضل ساعه الا ربع كده. وحطيت المكرونه الاقلام دي تتسلق، المكرونه بتاعت البشاميل. بصوا بنتي بتقرف من الجبنه اول مره في حياتها تلمس جبنه، انتوا متخيلين؟ قلت لها يا حبيبتي المسيها عادي وباغسلي ايديكي مش هيحصل حاجه. وقفت بقى هي هنا تعمل السمبوسه. قالت لي يا ماما ده انا متعلمه الفها بقالي سنه وعايزه الفها. انا قلت لها طب لفي يلا، انا اصلا كده كده ما كنتش فاضيه، فاهمين؟ فخليتها تساعدني. بصوا انا سبت لها الحته بتاعتها دي علشان ايه تفرح يعني ان انا بسيبها يعني وكده وبصورها. بصوا اول مره تلمس الجبنه كده، والله العظيم دي كانت بترجع بصوا هي اللفه مش احسن حاجه، بس بالنسبه لسنها وكده وان هي بتشارك لا جميله زي العسل. بصوا قعدت تقول اه وراحت تغسل ده ورجعت. قالت لي لا يا ستي انا مش هعمل لك بالجبنه، انا هعمل باللحمه المفرومه بتاعتي. قلت لها طيب خدي حته لحمه مفرومه اهي، كنت عسقتها خلاص وضربت لها الموتزاريلا في اسمها ايه في الكبه. بصي بتقول لي انا شفت الحركه دي فهعمل زيها. قلت لها اعملي اللي انت عايزه تعمليه، المهم تخلصيني لان مفيش وقت. بتقول لي بصي، حطت بقى في كل حته، هما بياكلوا الجبنه الموتزاريلا فاهمين،
لانها بتمط وملهاش طعم. لكن الجبنه الدومتي التركي اي حاجه كده جبنه لا، بتحط في كل حته زي ما انتم شايفين. والنبي فكره عسل وجميله زيها يا صغنن يا جميل انت اسمال. بصوا هتلف كله بقى كده، جميله اسم الله يا صغنن. شفتوا كانت هتنسى وتحطها في الجبنه، راحت حطها لوحدها، هي مفرقه بين ده وده. وادي واحده تانية تلفها برضو، قلت لها هاتي كده وريني بتعملي ازاي. ما شاء الله. وهنا خلاص بقى دي اخر واحده. ندخل بقى على الحاج صاحب البيت وصاحب المشكله اللي حصلت. بصوا يا اولاد انا هقول لكم على المشكله اللي حصلت وتقولوا مين اللي غلطان. هو من اول رمضان يخليني واقفه في المطبخ ويجيب صواريخ ويضربها ايه عند باب المطبخ مكان ما هو قاعد كده، وانا في المطبخ مش شايف، اقوم مخضوضه ومصوته. حلو. فاقول له خلاص بدات معايا الهزار استقبل بقى. مفيش يومين تاني ويخليني برضو في اي حتة ويتفق مع العيال ويجيب صاروخ ويضربه. اقول له تمام انت اللي بدأت الهزار استقبل بقى، انا ده كله بحوش له. النهارده بقى في الفيديو ده ضرب صاروخ تاني. قلت لهم تعالوا بقى كده يا جماعه انزلوا هاتوا لي صاروخ دلوقتي وتعالي. انا مفكره هيجيبوا لي صاروخ زي الصاروخ اللي هو بيضربوا فيه. العيال راحوا جابوا صاروخ نووي، صاروخ من اللي هو بيضرب بيدمر، وانا ما اعرفش في الصواريخ. المهم اتفقت معاهم وجبت الكاميرا عليه وقلت لهم يلا يا ولاد علشان ايه نفرقعوا الصاروخ في بابا. وراح بابا قلب الدنيا وقلب رمضان وقلب اليوم، واليوم قلب طين طين والله العظيم. وفضل يزعق ويعمل ويشتم يا لهوي. والفيديو خلص على كده ما كملناش، بس الحمد لله رضيته بعد كده. واشوفكم على خير في فيديو جديد ومقلب جديد. بصوا